أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. اللي كنعرفوا اليوم كلشي ولا ديجيتال، وحي أي حاجة يمكن نديروها من مورا الشاشة. بمعنى العالم الرقمي فرض راسو وفرض ذاته على الحياة اليومية للمواطن، ولكن اللي ما كنعرفوش هو شنو كيوقع مورا الأبواب المغلقة. وهنا غنتكلموا على الهجمات السيبرانية اللي كتعرض لها المغرب، وشنو واش كتشكل خطر، وشنو الهدف ديالها بالضبط. حسب التقارير الرسمية للدولة المغربية وعن وزارة الدفاع الوطني، أن المغرب تعرض لأكثر من 879 هجوم سبراني في مدة 9 أشهر. 179 من هذه الهجمات كان خطير، 109 بالضبط كان خطير، كان له خطر كبير. وبعد الفحص هذه الجهات الرسمية المجموعة من التطبيقات الإلكترونية للمؤسسات العمومية، وجدت أكثر من 20 كان فيهم ثغرات خطيرة. وهناك تقارير عالمية تؤكد بأن المغرب تعرض لأكثر من 75 ألف هجوم سبراني. وهذه الهجومات حسب المحللين الأمنيين، إما هناك من يعاكس تقدم المغرب، وهناك من يريد أن يخلق بلبلة في الداخل المغربي، أي داخل المجتمع المغربي، ببث معلومات ومغالطات لزرع نوع من الفتنة. هذا الشيء معروف. وأصلا بعدما ترشح المغرب وكسب رهان تنظيم كأس العالم، ازدادت حدة هذه الهجمات السبرانية، مما يؤكد أن هناك دول تتحامل على المغرب وتعاكسه على المستوى التقدم المحلي. والشيء اللي كنلاحظوه بالضبط. وحتى التقارير الدولية تكشف أن المغرب ثاني إفريقيا على مستوى التعرض للهجمات السبرانية بعد جنوب إفريقيا. واليوم حتى بتجديد منصة تويتر، أي منصة إكس الحالية، تبين بأن هناك مجموعة من المواقع والصفحات التي تهاجم المغرب ليل نهار، أنها تنظم وتسير من الجزائر ومن بعض الدول التي تدعي أنها شقيقة. وبهذا يكون المغرب مستهدف على المستوى الوطني، لا لشيء إلا لمعاكسة تقدمه وخلق نوع من البلبلة. وحنا كنعرفوا بأن المجال الرقمي ولا كيعتمد عليه المغرب بزاف، وهذا الشيء اللي خلاهم هما يحاولوا يضغطوا على المغرب من هذه النقطة. لكن المغرب يتميز بيقظة، وخصوصا وزارة الدفاع الوطني التي لها خبرة كبيرة في هذا المجال، وتحاول أن تحمي نظم المعلومات الداخلية. والحماية نظم المعلومات لا يقتصر على الدولة وحدها، وإنما أيضا يقتصر على المواطن بأن لا يفتح اللينكات وغيرها من المسائل، ويحاول دائما تجديد القناة السرية حتى يتفادى ويصعب عملية الهجوم السبراني والسيطرة على المعلومات. عموما المغرب يشكل شوكة في حلق بعض الدول، خصوصا الجزائر، والتي تبين اليوم بأنها منصة لانطلاق مجموعة من الهجمات على المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.